بينما أنت تلهو راكب الزحليقة والجدول واخدك ونازل، قطر الأهلي ما بيشوفش قدامه وما بيقفش لحد. ولو هنتكلم بجد، المركز الجديد لايق عليك. دخل الأهلي ماتش بتروجيت بخطة اللعب المعتادة، وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى أوليفر إكرامي، 4 في خط الدفاع سعد وحجازي في القلب، على يمينهم الجوكر أحمد فتحي، وعلى شمالهم صبري رحيل. 2 في وسط الملعب عمرو السولية والمسمار حسام عاشور، قدامهم 3 في القلب عبد الله السعيد، على يمينه الحاوي وليد سليمان، وعلى شماله ميدو جابر. تحت مهاجم وحيد براس فلافيو وجسم ايفونا هو كولوبالي. من وجهة نظري ان اهم حاجة عملها كابتن حسام البدري واهم ميزة عند الاهلي دلوقتي هي الدفاع. الاهلي مع جريدو ومارتن يول كان في اوقات كتير بيلعب كرة احلى من اللي بنشوفها دلوقتي، بس برضه لازم ما ننساش ان كان بيتلعب علينا كرة ومن فرق ما كناش ممكن نتوقع انها تشوف لون تيشيرت اكرامي. اما الاهلي مع البدري بقى من الصعب ان اي فريق يوصل لجوله، لان كل اللعيبه ليها ادوار دفاعيه وما بيسيبوش اي مساحه فاضيه، وبيعرفوا ازاي يقفلوها ضبه ومفتاح. ماتش بتروجيت اثبت للاهلي حاجات كتير كنا محتاجين نعرفها. اولها ان الفوز على الداخليه بعدد كبير من الاجوال ما كانش بسبب ان دفاع الداخليه ضعيف، لكن بسبب قوه هجوم الاهلي واننا بنقدر نخترق الدفاع ونوصل للجول. ثانيا ان صابر رحيل ينزل بعد الفتره دي كلها ويقدم المستوى ده في ماتشين ورا بعض، ده معناه ان في شغل كويس في التدريب، وان مفيش فرق بين الاساسي والبديل، وان اي لاعب بينزل بيقدر يسد. ثالثا بقى اننا معمول لنا عمل ان حجازي وربيعه ما يلعبوش مع بعض، يعني كل ما واحد يرجع التاني يتصاب. فيا ريت نستفيد بخبرات الفرق التانيه اصدقاء جامايكا ونشوف حل بقى للموضوع ده. ماتش تكتيكي ما فيهوش اي متعه، كل مدير فني عارف هو عايز ايه من الماتش ومنزل اللعيبه اللي هتساعده على ده، وكمان اللعيبه اللي تقدر تقفل على مفاتيح اللعب. وكانت نتيجه الكلام ده ان بتروجيت ظهر انه عاوز يخرج بنقطه، والاهلي بيحاول بكل الطرق انه يفوز بالماتش. كنا ماسكين كوره وبننقل براحتنا واخدين الاستحواذ، ولان اغلب باصاتنا كانت بالعرض ما كانش ليها خطوره وما بتوصلناش للجول. اما بتروجيت كعاده باقي الفرق ما كانش ليهم اي تواجد هجومي، واكتفوا بالوقوف في نص ملعبهم وتطفيش الكوره. شيء جيد انك تكون طول الماتش فاتح اللعب على الاجناب وتعمل عرضيات كتير، وكمان يكون عندك اللعيبه اللي بتعرف توصل وتاخد الكرة قبل المدافعين. لكن السيء ان يكون كل اعتمادك على جمله واحده طول الماتش، وخصوصا لو لعبت فريق عنده الباكات كويسين. فلازم يكون عندنا تنويع في الهجمات، يعني مره نلعب من على الاطراف ونرفع، ومره نجرب على الجول ونشوط، ومره نحاول نعدي ونرقص ونخترق من العمق، لان التنويع هيصعب على اي فريق انه يقفل دفاعاته. احسن حاجه عملها الاهلي في ماتش بتروجيت هي الضغط القوي الجماعي المنظم واللي من قدام، يعني بمعنى الكوره كده ما كناش بنحلق، ولاننا كنا بنضغط باستمرار فكان شيء متوقع اننا نغلطهم في واحده، وهو ده اللي حصل في الجول الاول. ضغطنا ب2 لعيبه على لاعب واحد من بتروجيت، ونجح عاشور انه يزق الكوره انفراد لكولوبالي اللي لعب الكوره بعقله، مع ان اللي يشوفه يحس انه ما بيتفهمش. سؤال اتسألني اكتر من مرة، وهو ان ليه ميدو جابر لسه ما ظهرش مع الاهلي لحد دلوقتي بشكل جيد. ميدو دايما اول ما بيستلم الكرة بيتطرف بيها وما بيحاولش يدخل لقلب الملعب، وبيعتمد دايما على لعب العرضيات، والدور ده يقدر يقوم بيه الباك اللي بيلعب تحتيه. يعني بمعنى اصح، لو هتكون دي طريقة لعبه بعد كده، ما اعتقدش انه هيضيف جديد للاهلي، ولا البدري هيفضل صابر عليه، لان موضوع العرضيات ده لوحده مش كفاية، ولازم يكون عنده حتة الاختراق وانه يحاول اكتر على الجول. الكرة دي كان شكلها هجمة خطيرة على الاهلي. هتقولي طب عرفت منين مع ان المخرج ما جابهاش؟ هقولك لان لاعب بتروجيت شكله كان زعلان عليها قوي. احنا بقى المفروض يكون عندنا خيال واسع عشان نقدر نتخيل الهجمة، ومن برنامج الكرة مع زدان نحب نشكر للمخرج على انه بينمي قدرات الناس اللي بتتفرج على الماتش. في البداية ينتقدوك ويسخرون منك ويقولوا عليك مقلب، وبعد ما يشوفوا جوالك يتمنوا يكون عندهم زيك. المهم سيبكم من الهري اللي بيقولوه ده. يا جدعان انا مش مصدق نفسي ان بقى عندنا حد بعد ما بيجيب جول بيتشقلب في الهواء وبيعمل شقلباظات. اهلا يا بهاء، اهلا ازيك يا حبيبي، ازاي اخبارك؟ عامل ايه؟ مالك مخستع كده مش تشرب؟ ما مش ايه بهاء ما تقعد اقعد يا بهاء. عارف بهاء ده كويس يعني. شد حيلك يا بهاء عشان تبقى زي بابا وعمه كده، شد.
لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير في الخير، واشوفكم الحلقة الجاية.